بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: مر معنا قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. قلنا هذا فيه بيان وجوب التمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأخذ أخذ دين الله عز وجل بالدليل من الكتاب والسنة، وليس بقول شاعر أو بقول أحد ولا بقول حتى بقول عالم، إنما يؤخذ بالدليل. العالم يستدل لقوله ولا يستدل بقوله. نعم، فإذا أخطأ العالم لا يؤخذ بقوله، إذا أخطأ العالم لا يؤخذ بقوله. قال ثم بعد ذلك: والمؤمنون صح؟ والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا. هذا فيه إثبات الرؤية لله عز وجل، أن المؤمنون يرون ربهم وذلك يوم القيامة. أما في الدنيا فلم يره أحد. فموسى حين طلب من الله عز وجل أن يراه قال: لن تراني، أي في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه الجبل جعله دك الجبل. والأدلة على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في يوم القيامة كثيرة، بلغت حد التواتر. جاء الأحاديث كثيرة، الرؤية في الدنيا لا تكون ولن تكون لأحد. حتى النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه لم يرى الله عز وجل، لم يرى الله. فعندما سئل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. وجاء عند أحمد قال صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنكم لا ترون ربكم حتى تموتوا. فإن الرؤية تكون يوم القيامة. ومن الأدلة على إثبات الرؤية لله عز وجل وأن المؤمنين يرون ربهم قال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هؤلاء الكفار. فإذا نفى الله عز وجل الرؤية عن الكفار فمعناها أن المؤمنين يرون ربهم، وإلا فما الميزة؟ ما هي الميزة بين وما هي الفائدة من عدم رؤية الكفار لله عز وجل إذا لم يراه المؤمنون؟ فما الفائدة والميزة؟ وما الفائدة في ذكر هذه الآية؟ فدل ذلك على أن المؤمنين يرون ربهم. لما حجب الله عز وجل الكفار عن رؤيته بسبب كفرهم أنعم على المؤمنين بأن يروا ربهم. وهذه أعظم نعمة يعطاها المؤمنون يوم القيامة، أو يعطيها الله عز وجل المؤمنين يوم القيامة. فبعد رضا الله عز وجل النظر إلى وجه الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أي النظر إلى وجه الله عز وجل. وحديث
ما جاء أيضا حديث جاء عن أبي هريرة وجاء عن يعني غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. أي الآن القمر، عرفتم القمر ما اسمه؟ مولان. بو 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 يعني شهر. فرق bulan في الشهر وbulan قمر. لكن نقول يعني تشابه. فالآن القمر مثلا في إندونيسيا يراه كل أهل إندونيسيا صح إذا ما في سحب، ويراه أيضا يعني أهل الهند وأهل الصين يرون القمر صح، جميع العالم يرون بدون أن يزدحموا، كل واحد ينظر يعني. فكذلك يوم القيامة المؤمنون يرون الله عز وجل مثل ما يرون القمر، تشبيه الرؤية بالرؤية، ليس المرئي بالمرئي، ليس أن الله عز وجل يشبه القمر، حاشا وكلا، وإنما أن المؤمنون يرون الله عز وجل، الكل جالس في مكانه وهو يرى الله عز وجل. مفهوم؟ لا يتزاحمون يعني تضايق، هذا يأتي إلى هنا مثل ما يأتي رجل الآن يعني مشهور، رجل مشهور فيقوم مثلا في مكان مرتفع، الناس يريد أن ينظر إليه صح، كلهم يتزاحم صح، زحام، لكن في رؤية الله لا، في رؤية الله لا تضامون، ليس الزحام في رؤيته، إنما يرونه جميعا بغير زحام كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. هذا تشبيه الرؤية بالرؤية. فيعني الله عز وجل يعني صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، كما أن ذات الله عز وجل لا تشبه ذات المخلوقين، فكذلك صفاته. فالصفة فرع عن الذات، والقول في الصفة كالقول في الذات. والرؤية تكون قلنا خاصة بالمؤمنين، أما المنافقين والكفار فلا يرون الله عز وجل، فلا يرون الله عز وجل. والرؤية تكون في عرصات القيامة وتكون في الجنة، تكون في الجنة. قال والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلون. نزول الله عز وجل أيضا هذا متواتر، هذا متواتر عن النبي، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، كما جاء عن يعني أبي هريرة وعن يعني حوالي 10 من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الآخر من الليل، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا نزول يليق بالله عز وجل. كيف النزول؟ لا نعلم، هذه صفة النزول لله عز وجل، كما تقدم معنا أننا نثبت الصفة والمعنى لكن لا نثبت الكيفية. كيف ينزل الله؟ لا نعلم، الله أعلم. والنزول متى يكون؟ في الثلث الآخر من الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الآخر من الليل، إلى السماء الدنيا، فيقول بهذا. وهذا يعني نزول يليق بالله، كما الإتيان، يأتي الله عز وجل كما قال الله عز وجل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وغضر يوم القيامة. يأتي الله عز وجل للفصل بين العباد. كيف يأتي الله؟ كيف لا نعلم، لكن نثبت أن الله عز وجل يأتي ويجيء. الإتيان والمجيء بمعنى واحد لله عز وجل، يأتي الله عز وجل ويجيء يوم القيامة للفصل بين العباد، كما قال الله عز وجل جاء ربك والملك صفا صفا. فنثبت هذه الصفات ولكن لا نعلم كيفيتها، لا نعلم كيفيتها. قال وأقر، صح،
بالميزان والحوض الذي والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، صح؟ وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. أقر أي أعترف وأثبت الميزان الذي يكون يوم القيامة فيوزن فيه العامل نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليأتي بالرجل السمين العظيم عند الله لا يزن عند الله، إنه ليأتي بالرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يزن عند الله جناح بعوضة، يوزن العامل، العبد نفسه يوزن في الميزان. وكذلك صحائف الأعمال، الكتب التي تسجل فيها الأعمال، كما في حديث البطاقة، يؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله و99 سجل يعني فيها يعني معاصي وذنوب، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة. هذا دليل على يعني عظم التوحيد، وأنه يعني التوحيد سبب من يعني أن التوحيد هو أعظم أسباب دخول الجنة، وإذا لم يوحد العبد لا يدخل الجنة، فالجنة عليه حرام، وإن كثرت ذنوبه فمآله إلى الجنة، إما أن يعذبه الله عز وجل بقدر ذنوبه ثم يدخله الجنة، وإما أن يعفو الله عز وجل عنه مباشرة فيدخله إلى الجنة. وكذلك يوزن العمل هذا معروف، يوزن العمل كما يعني، والدليل على الميزان الأدلة كثيرة من الكتاب والسنة. قال الله عز وجل فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال الله عز وجل فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية، وغير ذلك من الأدلة التي فيها إثبات يعني الميزان. وأهل السنة مجمعون على أن الميزان له كفتان، مثل هذا يعني هكذا الميزان، هنا كفة وهنا كفة، وله لسان في الوسط. الميزان له كفتان، هنا توزن الأعمال الصالحة وهنا الأعمال السيئة، هنا الأعمال السيئة. فهذا مجمع عليه عند أهل السنة أن الميزان له كفتان ولسان. قال وأقر بالميزان والحوض الذي، أي أيضا أعترف وأثبت الحوض الذي للنبي صلى الله عليه وسلم، الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. هذا حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ريا أي حال العطش، أن يكون عطشان، أنهل أي أشرب وأكون أول من يشرب. وهذا هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي ماءه من السماء، وقد ذكره الله عز وجل في القرآن أنه يعني النهر الذي يعني يكون إلى الحوض هو نهر الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. والنهر هذا ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحلى من العسل، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وطوله شهر وعرضه شهر، لأنه مربع. من تسمى مربع؟ يعني طوله شهر وعرضه شهر. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني طوله ما بين يعني من صنعاء إلى أيلة، بلدة في الشام، وفي آخر رواية من صنعاء إلى عدن، والمسافة بينهما متساوية. فهذا يعني حجم الحوض كبير، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء الذي يشرب بها، عدد نجوم السماء. وجاء في لفظ كنجوم السماء يعني بيضاء، وفي لفظ أنها كنجوم
السماء، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ولا يرده إلا المؤمنون المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم. أما المرتدون والمنافقون فيذادون عن الحوض، يردون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا واقف على الحوض إذ جاء نفر من أمتي حتى إذا عرفتهم أنهم من أمته، قال فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أو فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن بدل وغير، سحقا سحقا لمن بدل وغير. فهذا الحوض ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة، ولا يرده إلا المؤمنون المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن نكون ممن يرد هذا الحوض ومن يشرب من هذا الحوض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، لا يكون هناك ظمأ. وقد يقول قائل: يعني كيف والجنة فيها أنهار، يعني لا نشرب بعد ذلك؟ ليس معنى أنه لا يشرب، لكن ما يشرب بدون ظمأ، إنما شرب للذة، زيادة اللذة. هذا فيهم أهل الجنة، بهكذا يتلذذون بالطعام والشراب. وأهل الجنة يعني عندما يأكلون ويشربون نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الجنة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يعني يعيننا على العمل كل ما يكون سببا لدخول الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. فأهل الجنة عندما يأكلون ويشربون لا يمتخطون، ما في مخاط، عرفتم المخاط، ولا يتقوطون ولا يبولون. في الدنيا العبد يمتخط صح بسبب الأكل والشرب، وكذلك يبول ويتقوط، عرفتم التقوط والبول، هذا في الدنيا. العبد إذا أكل لابد أن يعني يخرج منه هذا، إما يعني طريق البول، أو إذا كان الماء، أو الغائط إذا كان يعني أكل، إذا كان مأكول. أما في الجنة لا يبولون ولا يتقوطون، وإنما يرشحون عرق، يكون الطعام والشراب يخرج مثل العرق، وهذا العرق ليس كعرق الدنيا يعني تحتاج إلى غسل، وإنما عرق مسك، ريحه مسك، يعني ريحه طيب، فلا يحتاجون إلى أن يبولون ولا إلى أن يتقوطون. طيب، قال ونكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.